طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده كنا متحركين ومش مرتبين لاي حاجه، واقعه غريبه وواقعه نأسف ليها كلنا كرياضيين. حديث الحلقه النهارده هو التيشيرت ده، يعني ده الحديث النهارده. احنا هنتكلم عن قصه التيشيرت، مش هنتكلم عن قصه مركز، مش هنتكلم عن قصه الرياضه، مش هنتكلم عن قصه الفرق. التيشيرت ده تخيلوا ان التيشيرت دوت تيشيرت مدير مركز شباب بيحمي مؤسسه رياضيه. المفروض ان الراجل قاعد بيخطط في مكتبه، موجود في محل عمله، ان هو بيخطط من اجل الرياضه، بيخطط من اجل الفرق. الواقع احنا هنسمعها من مدير المركز الاستاذ مدحت، مدير مركز شباب الدخيله، ان احنا كنا بنطالب الايام اللي فاتت ان المكان دوت محتاج لاصلاح، محتاج مننا الدعم، لان هو موجود في المكان دوت ابطال رياضيين، لعيبه على اعلى مستوى. احنا دلوقتي بنطالب قبل ما احنا ندعمهم رياضيا ندعمهم امنيا، ونشوف قصه التيشيرت ده وقصه مدير المركز اللي وزاره الشباب والرياضه يعتبر ده الموظف بتاعها، ونسمع من الاستاذ مدحت ايه اللي حصل النهارده وبالظبط الساعه 3 اثناء وجوده في مكان عمله في مركز شباب الدخيله. اتفضل يا استاذ مدحت، احكي لنا ايه اللي حصل النهارده في المشكله اللي حصلت. الساعه 3 النهارده كان عندنا ماتش في المركز، وبعد ما انتهت المباراه فوجئت بحوالي 4 كبار او 5 داخلين المركز ومعاهم سنين صغيره. طبعا عدى انا فوجئت تحت الاوضاع، عمال ما قربت عليهم لقيتهم داخلين عليا شدوا التيشيرت، بهدلوه طبعا بهدله، يعني وقعد يشدوا فيا يمين وشمال. انا مسكت الكراسي بقيت اضرب يمين واضرب شمال، طبعا ما فيش حد معايا موجود. والعيال طبعا ده موضوع ابتدت الرسول بتاعي، ابتدت الاهالي، ابتدت الناس ابتدت تتلم. لما الناس حسوا ان في ناس ابتدت تتلم ومجموعه تجري، طبعا خدوا بعضهم طلعوا بيجروا، ما عرفناش حتى نمسكوا حد. فاضطريت ان انا اتصل بالنجده اللي بعتت اشاره لاسم الدخيله، وجالي من اسم الدخيله واحد يعني علشان ايه يعرف هي العمليه مترتبه ان هم كانوا بعربيات موجودين ومعاهم اسلحه ومعاهم هم جايين جاهزين، هم جايين مرتبين نفسهم وداخلين يعملوا اي حاجه. هل يعملوا زرع، هل يعملوا جرام، هل يثبتونا ويسرقوا حاجه من المركز؟ اعتقد ان هم جم في مكان غلط، لان احنا كنا بنطالب ان المركز الشباب ده يدعم. هم جم الظاهر حد كان مديهم معلومات ان في دعم او في حاجه كويسه في المركز. المركز ما فيهوش اي حاجه ان هي كانت تتسرق، فالظاهر ان هي عمليه بلطجه، عمليه مرتبه. وهو رقم البلاغ 150790 ده البلاغ اللي اتقدم. احنا دلوقتي بنطالب او الاستاذ مدحت بيطالب وزاره الشباب والرياضه باسم كابتن طاهر ابو زيد، كابتن طاهر ابو زيد اللي هو ما بيبعدش عن الانديه الشعبيه او مراكز الشباب، دكتور عمرو يشاور وكيل اول وزاره الشباب والرياضه في اسكندريه، ان هو يتدخل لان دي قضيه راي عام. لو ما اتخذش قرار في اللي حصل النهارده، هنقدر بعد كده ان احنا هنقول ان مراكز الشباب كلها كل البلطجيه هتبقى مطمع ليهم، وهتبقى في مشكله كبيره جدا. احنا كمان هنقدر نتكلم مع الكابتن هاني عزت اللي كان موجود ساعتها، واللي هو عرفنا ان هو مصيب. احنا مش هنقدر نتكلم معاه او نعمل معاه حديث دلوقتي، لان احنا عرفنا ان اللعيبه كانت موجوده وحصل لهم ذعر واصيبوا. وهنحاول ان احنا نتكلم مع الاستاذ محمد حسن، هو كان موجود وعضو مجلس اداره، يحكي لنا وقتك عن الواقعه او الحادثه. هو عضو مجلس اداره كان سابق في المجلس السابق، ويمكن هو يقدر يكلمنا هل وجود المجلس لو كان موجود كان الموضوع ده هيتغير، او ان المجلس يبقى مجلس جديد باسرع ما يمكن. هنتكلم معاه وهنشوف رايه في الموضوع. اتفضل يا استاذ محمد، تحكي لنا عن اللي حصل، وتحكي لنا انت بتطالب بايه في البلاغ دوت، وبتطالب ان المسؤولين يعملوا ايه، والتدعيم اللي ممكن يكون لمركز الشباب الدخيله، او ممكن تكون موجوده شركه امن حتى لو من افراد المنطقه. حضرتك بتطالب بايه؟ والله انا اتفاجئت باتصال الاستاذ مدحت وتوجهت للمركز، فلقيت يعني ظاهره غريبه ما حصلتش في المكان ده قبل كده. وطبعا احنا سبق ان احنا طلبنا وكيل وزاره الشباب في الاسكندريه اللي هو يتخذ الاجراءات اللازمه لتعيين مجلس اداره، واخد بالك. فطبعا الكلام ده ما تمش على مدار سنتين، واخد بالك. وحته وجود مدير المركز ده فرد موجود في وسط منطقه شعبيه محتاجه طريقه معينه في التعامل مع الاعضاء اللي موجودين، ونتيجه طبعا عدم اتخاذ وزاره الشباب والرياضه الاجراءات اللازمه لتعيين مجالس اداره تقدر اللي هي تاخد خطوات، واخد بالك، تاخد خطوات في الظروف اللي هي موجوده دي. حصل الموضوع اللي حصل دوت، فبالتالي دي ظاهره غريبه حصلت، واحنا بنطالب المسؤولين باتخاذ الاجراءات اللازمه
وبالنسبه للناحيه الامنيه ظاهره البلطجه دي زادت في منطقه الدخيله. بنطالب وزير الداخليه باتخاذ الاجراءات اللازمه لعدم تكرار مثل هذه الحوادث اللي هي بتاثر طبعا على الامن العام في المنطقه. وبنناشد المسؤولين باتخاذ الاجراءات لحمايه الشباب، لان ده طبعا مكان لتفريغ الطاقه للشباب، فبالتالي ما يكون في وجود ظاهره زي دي بتدفع الشباب طبعا لمنعطف خطير. واحنا بنطالب المسؤولين باتخاذ الاجراءات اللازمه عشان ما يحصلش مثل هذه الحوادث اللي حصلت النهارده. انا عايز اقول لحضرتك ان اي نعم البلطجه موجوده، واي نعم مفيش سيطره من الامن، بس ان هي بتحصل في مؤسسه رياضيه انا بعتبرها هي مؤسسه عسكريه. احنا بنطالب دلوقتي ان مجلس الشباب في المناطق اللي زي العجمي والدخيله والمناطق دي، مراكز الشباب ديت بيبقى اعضاء مجلس اداره من العائلات بتوع المنطقه. معنى ان مجلس الاداره ما يبقاش موجود في الفتره ديت او ما يبقاش في مجلس جديد، ده هنا انت هتحط مدير المركز في مشكله كبيره جدا. مدير المركز ده ما هو الا موظف. لو الراجل النهارده قدر ان هو يدافع عن ولاده، لو هو تيشيرته النهارده اتقطع واتبهدل كده فهو حمى ولد من الولاد الموجودين في المركز، كان ممكن حصلت مصيبه كبيره جدا. احنا هنتكلم دلوقتي مع احترامي للكابتن محمد حسن، هنتكلم مع الكابتن الصابر وهننتقل ليه عشان نتكلم عن مشكله مركز شباب الدخيله بالنسبه للملعب، بالنسبه للامكانيات الماديه للملعب، بالنسبه للموهوبين اللي موجودين فيه، بالنسبه للمسابقات اللي موجودين فيها، بالنسبه للدعم اللي موجودين فيه، لان الظاهر ان الناس دي شغاله اجتهاد ذاتي. ويمكن وصلنا ان الناس بتبقى معديه ويخشوا يشوفوا المنظر يحطوا يساهموا زي ما تكون انت موجود في جامع او زي ما تكون مؤسسه. لو وزاره الشباب والرياضه عايزه تبعد ايديها عن مراكز الشباب، فالناس دي قادره ان احنا نجيب صندوق ونحطه بره باب المركز زي ما يكون بنبني جامع، واي حد معدي احنا نقدر نلم تبرعات. بس يا جماعه تشيلوا ايديكم عننا خالص واحنا نشارك لوحدنا. كابتن صابر بما انك انت موجود في المركز وابن منطقه الدخيله، انا عايزك تكلمني، ما تكلمنيش عن الحادثه لان احنا كده احنا هنشوف هم هيعملوا ايه في الحادثه. تكلمني بقى عن المركز كفرقه كوره كملعب، وانا اعرف ان مركز شباب الدخيله على مر السنين اللي فاتت ولاد لكل انديه اسكندريه، وكان في يوم من الايام يعتبر النادي الوحيد اللي هو حصان اسود لاي بطوله. كلمني عن الملعب، كلمني عن الامكانيات، كلمني عن فرق المركز. انا بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي هتكلم على المركز كصفتي عضو في المركز. المركز يا كابتن محتاج لدعم، ومحتاج لنظره من وزير الشباب والرياضه. انا جريت ورا الملعب ده، انا بطلب من الوزاره بالذات الملعب. انا عايز ملعب ومكان نظيف. هجيب لعيب. انا مركز شباب الدخيله بتطلع لعيبه زي ما انت بتقول، بتطلع لعيبه كتير. بتطلع واحد زي الكابتن هشام عطيه الله يرحمه لاعب الاتحاد، بتطلع كابتن كاريكا، بتطلع محمد أباري لاعب حرس الحدود، مطلع احمد عادل، يعني نجوم من الدخيله طبعا. الكابتن عادل حامد عايز اسكندري. لحد وقتنا هذا كان معانا مجلس اداره يعني هو كان شغال بوجود ذاتيه وعمل اللي ما يقدرش حد يعمله، بس معمول يعني ما يقدروش. فانا بطالب من الوزاره بتعيين مجلس اداره زي ما انت قلت من اهالي الدخيله المعروفين عشان يسيطروا على المكان. وانا بطالب من سيادتك ان تجري لي على الملعب ده بيخدم من وادي القمر لحد كيلو 26. واكبر ملعب يعتبر في اكبر ملعب على مستوى الاحياء. تمام. وانا قبل كده مشيت مع شركه فاركو على اساس خدت بالك تعمل لنا الملعب ما حصلش نصيب ان نعمله. تمام. ولا اتكلفت واحد رجال راجل اعمال وعملت شبكه ميه، ما حدش جه يعمل الملعب. وانا بطالب الوزاره تعمل لي الملعب وتجيب لي تحفظنا على المكان، لان احنا عندنا مراعم. احنا لسه واخدين السنه اللي فاتت 2000 على مستوى اسكندريه، واخدين فرقه السبعه على بدون امكانيات، يعني بدون امكانيات وجهود ذاتيه. وانا يعني هقول لك انا معايا واحد انا وهو شغالين في المركز، ومعانا الكابتن مدحت، معانا الكابتن هاني عزت. الراجل ده القماش هو وقالي والكابتن محمد حسن المركز اللي كان اتقفل. تمام. من البطاريه زي ما انت بتقول. يعني احنا عاملين لهم بالمنصات. بس احنا في ظروف النهارده اللي كان في جنازه ودخل بيه المركز، كان جاي يحضر الجنازه وكان هو لوحده في المركز، ما كانش في حد. اللعيب اللي هو توفى اللعيب ده بنفسه. لان احنا موجودين في المركز على طول. انا والكابتن هاني عزت يوميا على اتصال بالمدير المركز يجي يقعد معانا ونديره المكان. واحنا بنطالب بعمل الاستاذ عمرو شوقي باقصى سرعه،
يحضرها مجلس اداره حتى لو القديم، يجيب الناس تسهيل الاعمال الناس القديمه تقدر تدير المركز، لان زي ما انت قلت لازم المركز ده يجيبوا ناس من عائلات، طبعا يجيبوا ناس من عائلات. يعني هو لو ربنا يكرمنا كده من عمرو شوقي يجيب المجلس القديم والراجل يجيب المركز زي مشكوره. يعني بص مش عشان هو جنب مني، الراجل ده بيشتغل ومفيش زيه واحنا مش هنستغنى عنه. واعتقد ان في يوم من الايام كان مركز شباب الدخيله موجود، يمكن وصل ممتاز. ايوه وصلنا. يعني بص على سيادتك مركز شباب الدخيله ده على يدك. سماد ابو قير طلع على حس الدخيله. اسكندريه البترول على حس الدخيله برضه، صفت مع الدخيله. خدت بالك؟ العمريه برضه والجهاد وسموحه، الانديه دول هتصفت معانا احنا بس عشان هم معاهم موارد ومعاهم فلوس بيطلع. عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن صبري، ان مركز شباب الدخيله يعتبر بيخدم منطقه العجمي كلها من اول بقول لك من مضر القمر لحد كيلو 16 اكتر من 7000 او 10000 يخدم منطقه كبيره جدا. وعايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، نقطه ثانيه، ان هو الملعب ده لازم يتنجم. وانا هقول بصفه شخصيه ان كابتن هاني عزت الراجل ده مدرب محترم جدا. انا السنه اللي فاتت كنت ماسك فريق جاي 98 واستعنت ب3 لعيبه من مركز شباب الدخيله ولعبوا معايا الدوري. وانا عايز اقول نقطه ثانيه، مش مشكله مركز شباب الدخيله ان هو ما كانش عيبه في الجمعيه العموميه قبل انتخابات اتحاد الكوره عشان ياخد فلوس عشان الصوت بتاعه، دي مصيبه. يعني مش لازم ابقى انا ليا صوت في الجمعيه العموميه عشان الناس اللي نازله انتخابات اتحاد الكوره او هتنزل تبص لي وتديني فلوس عشان صوتي او الكلام ده كله. لا، انا هقول حاجه كويسه قوي. رجال اعمال الدخيله ورجال اعمال العجمي برضه لازم يتجمعوا ويشوفوا المركز ده، وزي ما قلنا مره واثنين وثلاثه افيد ليك. وعلى فكره دي مهمه جدا، افيد ليك بدل ما انت هتعلق يافطه 300 400 جنيه والله العظيم الدعايه دي كلها واحنا داخلين على انتخابات. انزل مركز شباب الدخيله، اصرف الفلوس دي هناك، بين للناس حسن نيتك. يا اخي تعالى حط على التيشيرتات اسمك، اعمل كل اللي انت عايزه. بالشكل ده انت هتقدر تكسب الانتخابات، لان انت هتكسب الولاد وهتكسب اهاليهم وهتكسب المركز. نقطه ثانيه هنتكلم عليها، لو المركز ده في البؤره دي بالذات شال ايده من الرياضه، لان انا بتكلم على مركز شباب كان في يوم من الايام في احسن لعيبه كاراتيه في مصر، كان في احسن لعيبه مصارعه، كان في احسن لعيبه باسكت، كان في احسن لعيبه طايره، كان فرقه كوره على اعلى مستوى. يعني عايز اتكلم واقول ان الولاد دول في البؤره دي بالذات لو احنا ما اتجهوش للرياضه بقى في نشاط، هيبدا بعد كده هتلاقي الولاد دول هيتحولوا يبقوا بلطجيه، الولاد دول هيتحولوا يتجهوا لاتجاهات ثانيه. ويمكن البلطجيه اللي جم النهارده بالسكاكين وجايبين عربيات يمكن دول كانوا في يوم من الايام لعيبه كوره، الله اعلم الموضوع. في اي حاجه ثانيه عايز تقولها؟ انا النداء لخالد عبد العزيز تمام الشباب الرياضي، نداء بقولها من على الناس تعملها، يبص المركز شباب الدخيله، يسيبوا بقى من مركز بني سويف اللي هو بيقول لك على بنروح بني سويف ويروح المنى الدرنان. نداء لغرب اسكندريه، نداء لحي غرب، نداء يبص له لخالد عبد العزيز، نداء يبص له لمركز شباب الدخيله. خدت بالك؟ نداء يبص لمركز شباب الدخيله، لان انا كل ما اقرا الجرنان يقول لك تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه. طب احنا مش تبع الجمهوريه ولا احنا بره الجمهوريه؟ ده هو كان قدامهم حلين، هل هم يعملوا مراكز شباب في المناطق اللي ما فيهاش ولا يقرروا ينجلوا ويظبطوا الملاعب؟ بقول لك تطوير، هو لازم يطور، بس يطور ايه يا كابتن؟ ما انا هفهم هو بيطور المراكز الشباب اللي في الوش. يعني زي ما بقول لك تخيل مركز شباب سموحه ده في الواجهه، واما يجي الوزير انا هقول له تعالى اتفرج على مركز الشباب، لكن هو عمره ما هيجيب الوزير يعمل لقاء او مؤدب مركز شباب عرابي، لا يجيبوا مركز شباب ضد العرب، لكن ما يجيبوش عندنا. احنا هنقول له حاجه بقى، احنا هنقول لكل الناس الموجوده وكل المسؤولين ان احنا هنعمل نداء للكابتن طارق ابو زيد، تعالى يا كابتن واتفضل وشوف مراكز الشباب، اتحرك من مكتبك تعالى شوف مراكز الشباب اللي موجوده زي ما حضرتك جيت وشرفتنا في اسكندريه، والناس المسؤولين ودوه النادي الاولمبي، ايوه نادي الاتحاد، ودوه مركز شباب سموحه، لا تعالى معانا وتعالى شوف مراكز الشباب، لان الناس بتديك اوكي، الناس شغاله. احنا كمان بنقدم التعازي لاهل اللاعب محمد زينو لعيب 98 في الدخيله اللي هو اتوفى، وطبعا احنا بنقدم تعازينا. وعايز اقول نقطه ثانيه، مركز شباب الدخيله هرجع اكد مره واثنين وثلاثه، الملعب ده لازم يتنجل، والناشد منطقه اسكندريه اتحاد الكوره نجل الملعب، ولو مش هتنجلوا الملعب حاول تجيب لنا مجموعه من 2001 او 2002 اما بنيجي نعمل دوري البراعم، انت بتعمل مجاميع في كذا مكان، حاول تجيب المجموعه بتاع الغرب هنا، هتعمل رواج للمركز. ويا ريت الناس لو اتحركت
وسابت مكاتبها وسابت الكراسي وقلعوا شويه البدل وراحوا بصوا بعينيهم شافوا المركز ده عامل ازاي. احنا محتاجين نعمل معاكم حاجه كويسه قوي، دي كويس قوي، تعالوا خدوا المركز من بابه، والناس دي مستعده انها تشتغل تحت ايديكم، انتوا خططوا للمنظومه وانتوا اعملوا كل حاجه عشان الولاد دي كلها. ولو احنا بصينا في الجدول، كابتن انت مشترك بكام فرقه؟ مشترك بالفريق الاول. فريق انت عندك قسم رابع، والله يبقى وعندي 95 وعندي 7 وعندي 2000 و2001 و99. تصرف عليهم ايه بقى؟ في اكاديميه في المركز؟ مفيش. بتصرف. انا عايز اقول انا هو بس ده عارف حاجه، الكابتن انا عايز ادي راجل بص بنجيبه. انا بكلمك انا مش بنجيبه، بص بنجيبه من بنلف على الناس. هات يا عم يمكن هات بتاع ونخلص رصيد. ما الموارد في المركز مفيش. انا عايز اقول نقطه ثانيه، ان انا حضرت السنه اللي في فاتت برضك عضو مجلس اداره سابق برضك اسمه محمد حسن نادي، بجيب منه وقريبي بيجيب منه يعني، والاستاذ مدحت بيبعتنا عن المفروض بجيب منه. مفيش موارد اصلا، مفيش حاجه يعني. بس انا عايز اقول لحضرتك نقطه ثانيه للعلم يعني. انا السنه اللي فاتت شفت، عشان اقول ان الناس دي ناجحه اداريا وناجحه فكريا، انا شفت دوره رمضانيه في مركز شباب الدخيله، اعتقد ان هي كانت تنظيميا احسن من الدوره اللي كانت معموله تحت رعايه مودرن او كانت في نادي سموحه. دوره كانت على اعلى مستوى، دوره كان فيها فرق من كل حته، مواهب من كل حته، بس فين الناس اللي بتطلع؟ لو النهارده كابتن هاني او كابتن صابر او كابتن مدحت او استاذ محمد حسن قادر ان هو يتكلم فلان ويقول له ابعت لي 100 جنيه، ابعت لي 200 جنيه، طبعا ده وضع ما ينفعش، بكره مش هينفع الكلام ده. لو احنا مش قادرين نحمي مراكز الشباب، لو احنا مش قادرين نحميها امنيا، مش قادرين نحميها رياضيا، لا نقفل مراكز الشباب وخلينا قاعدين بقى على الكام مركز الحلوين اللي هم في الوجه، وخلينا على الكام نادي. وعلى فكره كده احنا فعلا هنوصل كاس عالم، فعلا هنكسب غانا، لان احنا مقفولين على حتت معينه، الانديه اللي هي الراقيه والمراكز اللي هي في ناس بتدعمها وفي ناس ليها مصلحه. راجل ما عندوش امن، انت بتتكلم في مركز شباب سموحه الامن شغال على 3 شيفتات، مين اللي بيقبض؟ راجل ما عندوش امن، راجل بيقفل المركز وبيجي بالليل يبص يشوف الحاجه اتسرقت ولا لا، ده طبعا مش ممكن، هو مش بيته اساسا، يعني دي حاجه مش طبيعيه. لو هنتكلم في كوره او حاجه امنيه، بقيه الالعاب اللي هي موقوف نشاطها دي هيجيب منين فلوس يدي للمدربين؟ انا اعتقد ان اي مدرب موجود في المركز 60 جنيه ولا 70 جنيه وتتحسب بدل انتقال. طلع من جيبه والله العظيم طلع من كده، مفيش حد معاه فلوس. هو في، انا سمعت ان في قرار طلع ترميم تطوير المركز. جميل. ده ما اتنفذش، موجود في الدور من 2010. من 2010 نحرك بقى القرار دوت، لان القرار دوت لازم ان احنا نتحرك فيه. استاذ مدحت عايز تزود حاجه حضرتك؟ تعالى اتفضل. يعني معلش احنا عاملينها يعني الحديث النهارده عاملينه ارتجالي شويه، لان احنا اول ما جالنا الخبر اتحركنا على طول. استاذ مدحت تزود تقول ايه؟ بالنسبه لقرار الترميم كان 2010، وبرضه عشان ما نضيعش حق الناس اتوجهنا مدير شباب والرياضه، واتفضل الاستاذ عمرو شوقي مشكورا مطلع 80,000 جنيه تحت حساب الانشائي حطهم في المركز. وللاسف الشديد انتقل الاستاذ عمرو شوقي محافظه الجيزه جبت الدكتور فؤاد عبد الباقي، وبعت جواب ان الحساب بتاعي بتاع الانشاءات بيتخصم منه تحصيلات البنك ولا من منادي. وعدت السنه بنخبط في الحيطان لغايه ما جه الاستاذ عمرو شوقي وقلت له انا ما عنديش فلوس اقبض العمال لمده 7 شهور، بناخد من الناس يمين وشمال وبدي للعمال الغفير النهاري والليل علشان يقدروا ياكلوا، كل واحد ياخد 250 جنيه. لما جه الاستاذ عمرو شوقي طلع لي مبلغ عشان اقبض الناس بيه، لان انا ما عنديش ايجار ملعب، لان انا ما عنديش ايجار صاله، لان انا ما عنديش تفويض ان انا اعمل عقود ايجارات لاي ملعب من الملاعب اللي موجوده في المركز، لان انا ما عنديش مجلس اداره، وده عاوز قرار مجلس اداره. وقرارات مجلس الاداره في وزاره الشباب والرياضه موقوفه لحين عمل انتخابات، ومجلسي ما فيهوش مجلس اداره، شغال انا بجهود الذاتيه مع 4 5 انفار من المجلس القديم. تكرم علينا الاستاذ عمرو شوقي وبعت قرار بمجلس معين للقاهره، وحتى تاريخه لم يصدر قرار بتعيين مجلس مؤقت يمشي المركز، يمشي لي بس المركز. وبالتالي برضه ما تاخرش عليا، مفترض الناس تاخد الدعم بتاعها في شهر 11، هو امر ان انا اخده حوالي 4 ايام عشان انا عندي ميه وعندي نور وعندي مرتبات شهرين لسه ما طلعتش. قرار الترميم حتى تاريخه واقف،
اداره الانشاءات قالت ان احنا خاطبنا الحي وحتى تاريخه الحي ما جاليش، و80,000 جنيه موجوده في حساب الانشاءات تحت رقم 42 على 1 في بنك مصر. كل اللي اتحصل منها كشوف التحصيل اللي بتطلع لنا كل 3 شهور. كل ده لازم والمبنى الاداري مغلق. المبنى الاداري بالمركز مغلق لاني انا ما اقدرش ادخل فيه حد، لان الهندسه المبنى اداره الهندسه اللي في الحي قالت ان في خطوره امام السقوفه، فاضطريت ان انا اقفل المبنى بقرار من المديريه. يعني انا ما اقدرش اجر صاله، يعني انا باخد 13,000 جنيه في السنه اصرف ميه ونور ومرتبات الشهريه 1330 بفريق قسم الرابع، بفريق قسم ب 95 ب 97 بال 2000 اللي لعبت فيها مع السنه اللي فاتت مع الاهلي، بملابس بصرف بمشاريع المديريه او المنطقه بتاعه المديريه. كل دون كان المديريه بتبعت 1000 2000 حسب ما بتيجي الفلوس. طبعا كل 100 سنه مره انا محتاج 50,000 جنيه في السنه عشان اقدر اغطي نفسي، بس انا لوحدي. انا بقول لسياده الوزير طاهر ابو زيد انزل بص على مركز شباب الدخيله، وان عجب حضرتك على كلامي انا هاخد اجازه بدون مرتب، وان ما عجبكش انا مش عايز اي منح. ده انا اعتقد ان الكابتن طارق ابو زيد يعني بعد ما يشوف الكلام اللي اتقال ده كله، انا هنهي دلوقتي الحديث. بس قبل ما انهي زي ما بدات بالتيشيرت، انا هنهي بالتيشيرت. عايز اقول حاجه، ان التيشيرت ده كابتن طاهر ده راجل من رجالتك، ان التيشيرت ده دكتور عمرو ده راجل من رجالتك، ان التيشيرت ده للناس اللي موجوده اللي عاملين والموظفين في الشباب والرياضه. ده واحد زميلكم ومدير لمركز شباب حصل فيه كده، الناس خريج التربيه الرياضيه، ده اللي حصل في مدير مركز شباب. لو انت هتقبل يا دكتور عمرو او يا كابتن طاهر ان يحصل في راجل من رجالتك او موظف من موظفينك في اثناء تاديه عمله، في وقت تاديه عمله يحصل كده، دي حاجه بقى يعني هنشوف الحساب هيبقى عند مين. نرجع تاني ونقول احنا بنشاطر الاحزان اللاعب محمد زيهم اللي توفى النهارده مواليد 98 في مركز شباب الدخيله. ويمكن الحادثه دي حصلت يمكن كانت مرتبه لان فعلا كانت الناس مشغوله كلها في الجنازه بتاعت اللاعب دوت. في نهايه الكلام احنا مستنيين رد من الكابتن طاهر ابو زيد، مستنيين رد وتدخل الدكتور فتحي ندى نقيب الرياضيين على مستوى مصر. انا واحد من الناس هستنى رد من مجلس اداره نقابه المهن الرياضيه. وانا في النهايه بشكر استاذ مدحت، وعايز اقول لحضرتك ان كل حاجه هتبقى في مكانها. استاذ محمد حسن انا بشكره، واوعدكم ان شاء الله هيبقى فيه مجلس اداره لسائر الاعمال. كابتن صبري انا بشكره، بشكر الناس دي كلها ان هي بتقدر ان هي تمارس النشاط في ظل الظروف دي.